السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. لو سألتك بقى دلوقتي نفسك يكون معاك 20,000 جنيه كاش كده مقفولين على جنب، يبقى تابع معايا الفيديو. بس قبل ما نبدأ كده نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعمل لايك وشير للفيديو، ويلا بينا على طول ندخل على الفيديو. ايه رأيك دلوقتي لو قلتلك انك تقدري تعملي جمعية ب20,000 وتكوني انت اللي قبضاها وانت اللي بتدفعيها ومن غير ما تدخلي فرد واحد معاكي؟ هتكلم معاكي كده عن فكرة الجمعية الفردية وازاي تقلبي ميزانيتك وتوفري المبلغ ده خطوة بخطوة من غير ما تحسي بضغط. هاتي بقى القهوة بتاعتك او الشاي ويلا على طول ندخل في فكرة الجمعية بتاعتنا. مفهوم الجمعية ان الجمعية بتكون تقليدية، ميزتها الوحيدة مش الفلوس، ميزتها الالتزام الإجباري، إنك بتدفعي الفلوس علشان خايفة من الإحراج قدام الناس. الجمعية الفردية هي عبارة كده إنك بتعامل نفسك كأنك دخلت جمعية مع بنك أو حساب ادخاري شخصي. القسط ثابت، مش بتتفاوض فيه، الميعاد مقدس، بتدفع أول ما القبض ينزل على طول. القبض مضمون، المبلغ بيتجمع ليه كاش باك في نهاية الشهر. علشان نجمع بقى 20,000 قدامنا خيارات حسب قدرتك وصبرك. ازاي؟ أول حاجة خطة ال10 شهور، هتدفع كده كل شهر 2000 جنيه خلال ال10 شهور، هيبقى معانا ال20,000 جنيه. خطة ال5 شهور، وهي إنك تدفعي 4000 جنيه كل شهر. خطة بقى ال12 شهر، وهي إنك بتدفعي كده كل شهر حوالي 1666 جنيه كل شهر، يعني في اليوم كده بتوفري حوالي 55 جنيه بس في اليوم. شوف الرقم ده مقارنة كده بمصاريفك اليومية، هتلاقيه مقدور عليه. يعني كده لو عملنا إدارة الميزانية بتاعتنا صح هنلاقي نفسنا القسط سهل علينا. طيب دلوقتي الناس اللي هتدخل تقولي أنا أصلا مرتبي مكفيني بالعافية، هجيب منين ال2000 جنيه بتوع الجمعية كل شهر؟ هنا يجي بقى دور إدارة الميزانيات. معظم الناس بتصرف الأول، ولو تفضل حاجة بتوفرها، وده عمره ما بيحصل إن انتي توفر معاكي حاجة. فالقاعدة الصحيحة بتقول ايه؟ ادخر الأول واصرف المتبقي. ازاي؟ يعني احنا دلوقتي لو مرتبنا 1000 جنيه فبنشيل كده منه 100 جنيه أو 200 جنيه وبعدين بقى نصرف. أنا بديكم مثال بسيط، فطبعا مفيش حد مرتبه 1000 جنيه، أكيد أكتر من كده. بنقسم بقى ايه؟ أول حاجة كده بتكون الاحتياجات الأساسية اللي هي الأكل والشرب والفواتير والحاجات دي كلها، ممكن نطلع لها 60%. بعد كده بقى ممكن نخلي 20% كده زي رفاهيات، خروجات، أكل من برا، اشتراكات، الكلام ده كله. وال20% الباقيين بيكونوا الادخار والاستثمار، وده قسط الجمعية بتاعنا علشان نوفر القسط ده بذكاء. أول حاجة بتعمليها كده إن انتي على مدار الشهر كل حاجة بتكتبيها كده بالمليم، هتكتشفي إن في تسريب مالي في حاجات صغيرة. ممكن كده تكوني بتشتري أكل من برا، احنا يا جماعة مش بنقول حرمان، بس بنقول بدال ما تاكلي برا 4 مرات في الشهر، لأ، خليها مرة واحدة. هيفرق معاكي جدا وهيوفر معاكي مبلغ محترم في آخر الشهر. تحدي ال24 ساعة قبل ما تشتري أي حاجة غير أساسية، استني كده 24 ساعة، لو لسه كده محتاجاها فانت كده هتشتريها، لكن لو نسيتيها يبقى الموضوع كان نزوة. أكبر خطر في الجمعية يا جماعة هو إنك تستسهل وتسحب منها لما تصعب عليك الأيام. نضمن إننا نكمل لآخر الشهر ونوصل ل20,000 جنيه ازاي؟ اعزلي فلوس الجمعية تماما. ممكن كده تفتحي حساب بنك تحط فيه الفلوس، تسيبيهم كده في فودافون كاش، في كارت فيزا. الحاجات دي برضو هتخلي الفلوس بعيدة عن ايديكي. طب دلوقتي يا جماعة لو مرتبي 6000 جنيه، لو شلنا منه كده كل شهر 1666، يبقى كده الشهر هيعدي علينا برضو مش هنحس بيه. وكده في آخر السنة هنلاقي نفسنا عاملين جمعية من غير ما نحس. وتقدري كمان ان انت تعمليها كل شهر بالتدريج. ازاي؟ ان انت لو جه شهر عليكي كده ممكن تحطي في الحصالة، ممكن تعملي حصالة او اظرف كده ان انت تشيلي فيها الفلوس بعيد عن ايديك. الشهر الأول ممكن نشيل 500 جنيه، الشهر اللي بعده 700، لأن كل شهر بتكون في حاجات بتكون زايدة في المصاريف. فالشهر اللي هنلاقيه قليل معانا في المصاريف فممكن نشيل مبلغ أكبر. ممكن على آخر السنة نلاقي معانا المبلغ بتاعنا.
بعد كده يا جماعة في طريقة حلوة جدا اللي هي ال52 أسبوع. المعادلة دي بتاعت الأجانب مش بتاعت المصريين، بس حلوة جدا عجبتني. أول حاجة كده، أول أسبوع بنشيل 100 جنيه، الأسبوع اللي بعده بنشيل 200، الأسبوع التالت 250، 300، لحد لما بتخلصي تبصي تلاقي معاكي على آخر السنة كده ممكن توصلي ل20,000 برضه وانت مش حاسة بيهم. وفي نقطة مهمة جدا نخلي بالنا، مش ان احنا مجرد الايام تبقى صعبة معانا كده نمد ايدينا على الجمعية، لأ. حاولي بقى كده تشتري دهب مستعمل، بيكون سعره قليل، تحطيها في دولاب مقفول كده، او برطمان كده مكتوب عليه ممنوع اللمس، علشان ما تضطريش ان انت تفتحيه. طيب دلوقتي لو احنا هنوفر كل شهر ب1666 جنيه، علشان في آخر السنة نلاقي معانا 20,000 جنيه. ايه هي بقى النقط اللي انا هعتمد عليها علشان توفر معايا في الشهر 1666 جنيه، او في السنة مبلغ ال20,000 جنيه؟ اول حاجة كده اعمل تحدي مع نفسي، لو كل تحدي 100 جنيه اليومية، لو كل جمعة كده سبتي كده 100 جنيه في ظرف، في آخر السنة هتلاقي معاكي 4800، يعني في الشهر 400 جنيه، هتلاقي برضو معاكي مبلغ كويس. تاني حاجة بقى، بيعي الكراكيب الموجودة عندك، ممكن كتب الأولاد القديمة، الحاجات اللي زي اللي هي الحاجات اللي بتبقى في البيت مش محتاجينها دي، لو فكرنا ان احنا نبيعها ونستثمرها صح برضه هنلاقي معانا مبلغ في الآخر حلو جدا. الخطوة اللي بعد كده وهي يوم بدون صرف. ازاي؟ ان احنا يجي علينا يومين في الاسبوع كده او يوم ما نصرفش فيه ولا جنيه، لا قهوة بقى ولا دليفري ولا حاجات من السوبر ماركت ولا الكلام ده كله، نحاول ان احنا نوفر. هنبص نلاقي برضو معانا مبلغ حلو جدا. لو اعتمدنا على حاجات البيت يا جماعة هتفرق معانا جدا. احنا بنتكلم في التوفير مش الحرمان. الخطوة اللي بعد كده هي إننا نبدل مش نمنع، بمعنى لو دلوقتي بنشتري قهوة ب50 جنيه أو 60 جنيه، ممكن نستبدلها كده بنسكافيه في البيت ب5 جنيه، ونبص نلاقي نفسنا وفرنا من 40 ل50 جنيه. بعد كده الدليفري، نحاول كده نطبخ في البيت ونوفر الدليفري، نقدر نعمل أكلات حلوة جدا لأولادنا علشان صحتهم. ما نعتمدش ان احنا نجيب اكل من بره كتير، تقدري كده ان انت تعملي البيتزا والكريب والحاجات دي كلها في البيت احلى بكتير من الدليفري. بعد كده بقى ايه، نحاول ان احنا نشوف شغل جانبي، لو 4 ساعات كده او 3 ساعات بعيد عن شغلنا الاساسي، ده بيوفر معانا بيديلنا مبلغ حلو في اخر السنة. القاعدة اللي بعد كده وهي انكم تحاولوا ان انتوا تشوفوا شغل جانبي من 4 ساعات ل3 ساعات، زي اوبر، توصيل طلبات، حاجات من دي، بجانب شغل زوجك، ده هيوفر معاكي وفي اخر السنة هيبقى معاكي برضو مبلغ كويس. اخر حاجة وهي صندوق الطوارئ، حطي مبلغ صغير كده في الحصالة في المطبخ، اي فكة متبقية منك في السوق اخر الشهر بتلاقي معاكي مبلغ حلو جدا من 500 جنيه او اكتر. لو بقى جمعتي 3 افكار من دول هتوصلي ل20,000 جنيه وانت مرتاحة. جمعتي 3 افكار من دول بس هتوصلي ل20,000 جنيه في السنة وانت مرتاحة. انت مش محتاجة حد عشان توفري، انت الجمعية وانت البنك وانت المسؤول. حددي هدفك 20,000 الجهاز لشقة لمشروع، ابدأي النهاردة حتى لو ب50 جنيه. قوليلي بقى كده رأيك في الكومنتات، ناوية تحوشي الفلوس دي وأنهي فكرة من الأفكار عجبتك. ما تنسيش تشيري الفيديو علشان تفيدي صاحبتك اللي بتدور على جمعية، واشوفكم بإذن الله الفيديو الجاي، اشوفكم على خير، مع السلامة.